انا جيت. طبعا في بدايه الفيديو بحب اعتذر لكم على اللي هتشوفوه دلوقتي، لان انا الفيديو ده اتعاد للمره الثانيه وحصل دروب كده في الصوت، فبعيد الفيديو ده للمره الثانيه. بعد ما جربت المنتجات الفيديو طلع فيه مشكله في الصوت، فهجربها للمره الثانيه معاكم وهنعملوا فيديو جديد مع بعض. يلا بينا نبدا. يلا بينا. دول 3 شركات مختلفه باطعمه مختلفه نزلوا سوق المنافسه مع الشركات المقاطعه. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان الفيديو ده بيتعاد للمره الثانيه بسبب مشكله في الصوت، فهتلاقوا الحاجات ناقصه عشان كانت متجربه في الفيديو القديم. احب اقول لكم ان ال3 شركات دول فيهم حاجات حلوه جدا، طبعا بناء على ان انا جربتهم قبل كده، فهنجربهم تاني مع بعض ونشوف راينا فيهم ايه. ويلا بينا نبدا الفيديو. دي شركه اسمها اويس. الشركه ديت بصراحه انا شفت منتجاتها، السعر المنتج بتاعها كان 9 جنيه، انا جايبه 9 جنيه. بس في الغالب هتلاقوه عشان ده كان عليه عرض خصم، تقريبا كان عليه خصم جنيه، فهي في الغالب بره هتلاقي 10 جنيه. لكن في تعليق صغير، المنتج ده حجمه 500 مللي، ودي اول مره اشوف شركه من شركات الكوكاكولا او البيبسي او اي حاجه اللي بيعملوا مشروبات غذائيه بتعمل منتج 500 مللي صغير بالسعر ده. فخلينا نبدا ونشوف الاطعمه وانظامها. انا لقيت منها 4 اطعمه مختلفين. انا لقيت ال4 اطعمه دول، دي بطيخ، ليمون، نعناع، تفاح وخوخ وكولا. هنجرب ال4 اطعمه دول مع بعض ونشوف هل حلوين ولا اي كلام. خلينا نبدا بالليمون نعناع عشان انا صراحه يعني اكتشفت ان هي شركه جامده جدا. بسم الله. بصوا، هو طعم النعناع واضح فيها جدا، طعم الليمون واضح فيها جدا، ونسبه الصودا اللي فيها مظبوطه قوي. فطبعا عايز اقول لكم ان الليمون النعناع بتاعها من افضل المنتجات في المشروبات الغذائيه اللي دقتها. طعمها ليمون نعناع بالشكل ده، طعمها حلو جدا، وشركه ينفع تنافس اي شركه من الشركات العالميه بالطعم الممتاز اللي هي عاملاه في الليمون النعناع. نسبه السكر مظبوطه، نسبه الصودا مظبوطه، كل حاجه فيها حلوه جدا. خلينا ندوق طعم تاني من اطعمتها. ده كان ليمون نعناع وطلع ممتاز جدا، فخلينا نجرب طعم تاني. خلينا نجرب الخوخ والتفاح دوت عشان انا برضو حسيت ان هما كان فيهم حاجه حلوه جدا، فخلينا برضو نجربوه مره تاني مع بعض. بسم الله. طعم الخوخ باين اكتر من التفاح، لكن طعم الصودا برضو مظبوط، سكرها مظبوط جدا، وتحس كان هي براند عالمي موجود من زمان. يعني اعتقد ان الشركه ديت لو شركه جديده فعلا زي ما انا متوقع، ان يبقى الشركه ديت بصراحه شابوه ليها ان هي تكون اول تجربه في السوق بالشكل ده. ولو شركه قديمه فبرضك انا مش عارف ليه ما كانش ظاهره من زمان. فطبعا الطعمين بتاع اللي جربناهم لحد دلوقتي ممتازين بشكل رائع جدا. خلينا نجرب بقيه الاطعمه بتاعتها، يمكن تكون في حاجه من الظبط. ده البطيخ. بالمناسبه انا اول مره اشوف مياه غازيه معموله بطعم البطيخ، لكن بالمناسبه في منتج تاني من ضمن الشركات اللي احنا جايبينها في برضه معمول بطعم البطيخ، فخلينا نجربه دوت ونشوفه طعمه ايه. يلا بينا. بسم الله. طعم الصودا فيه عاليه قوي، لكن طعم البطيخ خفيف سيكه. طعم السكر برضه مظبوط، بس الصودا عشان عاليه تقريبا فهي اكل طعم البطيخ، او ما اعرفش ممكن يكون البطيخ اصلا ضعيف، انا مش عارف بصراحه. لكن انا شايف ان طعم البطيخ جاي من بعيد قوي، وطعم الصودا طاغي عليه فمخليه مش مظبوط احسن حاجه. فخلينا نجرب طعم الكولا ان المفروض الكل بيتفق عليه، ودي الكولا من شركه اويس. هنشوف. بصوا نسبه الصودا بتاعتها عاليه بصراحه. بسم الله. طيب بصوا مبدئيا الكولا بتاعتها مش احسن حاجه، تحس انها طعمها مدي على جيلي كولا مش الكولا اللي احنا بنشربها. بس طعم الصودا فيها برضو حلو، وطعم السكر مظبوط، فمخليها مديها ان هي نسبه الكواليتي بتاعتها تكون احسن سيكه. لكن المنتجات بتاعتها الثانيه والاطعمه الثانيه كانت متفوقه اكتر من الكولا بصراحه. طيب انا كان نفسي يكون ليها اطعمه ثانيه نجربها مع بعض، اطعمه مثلا زي التفاح الاخضر، مثلا زي البرتقال، اطعمه ثانيه نجربها، لان انا شاكك ان المشكله بس عندها في الكولا، لان الاطعمه الثانيه بتاعتها كانت ممتازه جدا. خلينا نروح الشركتين التانيين باطعمتهم المختلفه نجربوهم برضو مع بعض. دي شركه اسمها جرين، ودي شركه اسمها دبل دير. انا مش عارف الشركتين دول موجودين من زمان ولا لا. دي شركه جرين بصراحه انا اول مره اشوفها، بس دبل دير دي انا افتكر ان هي كان لها اعلان على التلفزيون، او ممكن اكون شفتها في سوبر ماركت قبل كده. لكن الشكل دوت من شركه جرين انا اول مره اشوفها. خلينا نجرب الطعمين دول مع بعض ونشوفوا الشركتين دول ايه نظامهم. كنت اتمنى برضك ان كل يوم اطعمه ثانيه نجربوها مع بعض، بس دول اللي انا لقيتهم للاسف. يعني نبدا بدبل دير ديت، شوفوا طعمها ايه. وبما اننا جربنا البطيخ في شركه اويس، فبالتالي احنا عندنا خبره كافيه ان احنا نقدر نحكم في دي. بسم الله. بصوا، هو طعم الصودا قوي قوي قوي. يعني اعتقد لو في منتجات تانية من الشركه ديت باطعمه مختلفه اعتقد هتتفوق وتتميز جدا. دي سعرها 10 جنيه. انا كنت اتمنى ان الاقي منها اطعمه تانية، وانا هدور لو لقيت اطعمه تانية نجربوها مع بعض. بس انا شايف ان هي 320 مللي كان ممكن يبقى سعرها ارخص من كده شويه، خصوصا ان شركه اويس عامله 500 مللي ب 10 جنيه، بغض النظر طبعا عن الخصم اللي كان موجود. فبالتالي اعتقد ان هي لازم يبقى ليها منتجات تانية، او احنا محتاجين ندور اكتر عشان نلاقي منتجات تانية او طعمه تانية ليها. طيب انا شايف ان طعم البطيخ فيها حلو جدا، باين حتى اغمق من شركه. بصوا يعني اللون ده عامل ازاي، ده بينك وده احمر، فالطعم ده احلى شويه. تمام. ونسبه الصودا اعلى شويه، ف خلينا ندور على اطعمه جديده من ديت، يمكن نلاقي وتاخد وقت مختلف.
بس دي بدايه مبشره ان ممكن يكون في شركات مصريه لسه داخله سوق المنافسه جديد وبتقدم كواليتي عالي. خلينا نجرب شركه جرين، انا مش عارف دي ليه سعرها 14 جنيه، بس في الغالب ده عشان خاطر هي محلها بالستيفيا اللي هي زيرو شوجر، تمام؟ ففي الغالب الفري بتاع الشوجر بتاعها هو اللي هيخليها بالسعر ده. خلينا نجربها مع بعض ونشوفوا ايه طعمها عامل ازاي. يلا بينا. هم كاتبين ان دي حجمها 350 مللي بسعر 14 جنيه. تمام. دي ليمون بس من غير ليمون نعناع، يعني ليمون من غير نعناع. بسم الله. مش عارف ليه الوهله الاولى حاسس ان انا بشرب نوع دواء من ادويه الكحه، يعني انا فاكر الطعم ده كويس. مش حلو خالص، طعمها مش حلو خالص. طعم السكر مش مظبوط ايا كان هم محلينها، بس مش مظبوط. طعم الليمون فيها يكاد يكون معدوم والصودا قليله، فانا شايف ان دي اغلاهم سعرا واقلهم كواليتي. الشركه ديت ممكن يكون في منها اطعمه تانية كويسه لكن فشلت قوي في دي، فخلينا نجرب منها اطعمه تانية لو لقيناها يمكن تظبط معانا في فيديو جديد، مش عارف. لكن مبدئيا الشركه دي بالنسبه لي انا ستوب، لان هي مش احسن حاجه وما اعتقدش ان تدخل سوق منافسه بشكل شرس مقارنه بايس ودبل دير. انا شايف ان الشركتين دول بصراحه ممتازين جدا، واعتقد ان لو الشركه ديت ليها منتجات تانية هتبقى افضل، وان الشركه ديت اتمنى ان هي يكون ليها منتجات تانية انا ما شفتهاش واطعمه تانية ما شفتهاش. فخلينا نشوفهم مع بعض. احب اقول لكم انا اسف جدا على الفيديو اللي حصل الكعبله فيه ديت المره دي بسبب الصوت، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان خاطر تتابعوا اي حاجه جديده تنزل معانا، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.